السلام عليكم يا ابطال الثانويه عامه، يا رب تكونوا كويسين. خلاص هانت، هو شهر وخلاص، وان شاء الله الامتحانات تيجي عليكم وتعدوا على خير ان شاء الله. فيديو النهارده هقول لكم على 8 نصايح فرقوا معايا جدا في فتره الامتحانات، عملتهم وحبيت ان انا اشاركها معاكم عشان ممكن يفيدوكم وانتوا في ثانويه عامه. هيفرقوا جامد قوي في الشهر الاخير بتاع المراجعه بتاعه الثانويه عامه. ايا كان بقى، لو انت بدات مذاكره جد من اول السنه في ثانويه عامه، او بدأتها متأخر وخدت السنة من اولها مش قد كده وجيت في النص شديت حيلك، يبقى الفيديو ده ليك. اول نصيحة معايا ان الاعمال بالخواتيم. حد قالها لي وانا في ثانوية عامة، يعني اي مقدار مذاكرتك طوال السنة ده كوم، وان انت تذاكر وتشد حيلك في الشهر 5 ده كوم تاني خالص. ان انت لو عملت اللي عليك وجبت اخرك خالص في شهر 5 وعملت اللي تقدر عليه اذا كان بحل او مراجعة كتير، انت تدخل الامتحان اصلا مرتاح نفسيا وذهنيا، وانت عاوز كده ان انت تعمل كل اللي عليك عشان تدخل الامتحانات ما يكونش في بالك اي حاجة، وايا كانت النتيجة انت ما تشغلش بالك بيها. تاني حاجة الجانب الديني. انت كطالب في ثانوية عامة انت مش محتاج نهائي انك تهمل الجانب الديني، لانك لو اهملته هيأثر معاك جامد قوي. وانت بتكتب انت هتذاكر النهارده وبتعمل تو دو ليست بتاعت بدايه اليوم، ان انت حاجات ان انت هتذاكرها وتراجع عليها. ما تكتبش ماده في ميعاد الصلاه، حاول انك تركز في النقطه دي كويس. انت مثلا وراك مذاكره مثلا معينه ما تحطهاش في ميعاد الصلاه، عشان لو انت بتذاكر وجي ميعاد الصلاه ممكن تلهيك، ده انا خلص المذاكره دي وبعدين يبقى اقوم اصلي وتلاقي اصلا الصلاه اللي بعدها اصلا قدمت. مش نهائي ميعاد مذاكره مع ميعاد صلاه. تاني حاجه ممكن اقولها لك في الجانب الديني ان انت تدعي، يعني ما وثقش بقى ان انت تدعي بقى في اي حاجه انت عاوزها. تدعي ان ربنا ييسر لك مذاكرتك ويساعدك على الفهم، ويساعدك كمان ان انت تذاكر وتخلص كل اللي وراك، لان الدعاء ده بيعينك انك تعمل الحاجه دي، وبمعيه الله سبحانه وتعالى انت ان شاء الله هتقدر تعمل حاجات كمان فوق طاقتك. وادعي بجد من قلبك ان الفتره دي ربنا يعديها على خير ان شاء الله، وتجيب المجموع ان شاء الله اللي نفسك فيه. وخليك عندك حسن ظن بالله، وخلي عندك يقين انت خلاص انت عملت كل اللي عليك، فربنا طالما حطلك في مكان يبقى ده اكيد الخير ليك مفيش شك. تالت حاجة لم المتراكم. لو انت مراكم عليك حاجات كتير ما تخافش، ان شاء الله تلحق تلمهم واحدة واحدة وان شاء الله هتلم كل ده. بس انت بس في بداية انك تلم المتراكم، اول حاجة لازم تجيب ورقة فاضية وتكتب كل المواد حرفيا اللي انت مراكمها، وكل المواد حتى اللي انت مش مراكمها، عشان وانت بتلم المتراكم تحاول برضو ان انت تعيد برضو على الحاجات اللي انت عارفها عشان ما تنساش. فانت تكتب كل المتراكم عليك والحاجات كمان اللي انت عارفها في ورقة، وتقسم المواد بتاعتك على الايام الموجودة عندك. رابع نقطة، كل ما زاد الضغط اللي عليك يبقى زود عدد مذاكرتك. ليه؟ لان انت اصلا دلوقتي مثلا انت بتذاكر مثلا حوالي 5 ساعات، وانت عليك حاجات مراكمة وحاجات انت مش قادر اصلا تلحق تخلصها. فانت تعمل ايه؟ بدل ما انت بتذاكر 5 ساعات ممكن تزودهم مثلا هو ل 8 ساعات عشان تلحق تلم المواد المتراكمه. لان انت كل ما زاد الضغط عليك حاول انت تزود الجهد بتاعك شويه عشان تلحق تلم وما تضغطش نفسك اكتر من اللازم. حل كتير، مثلا اول مره هتراجع مثلا خلاص على الدرس في بدايه شهر 5، انت خلاص راجعت على الدرس الاول، لما تيجي بقى تراجع على الدرس التاني حل على الدرس الاول، مش وانت بتراجع على الدرس التاني تراجع على الدرس الاول اللي انت لسه مراجعه. ملهاش فايده لو انت بتفضل تراجع كتير على حاجه انت عارفها وخلاص حفظتها وصمتها وفهمتها. فانت بدل ما تراجع كل شويه حل بقى عليها، لان الحل بيزود معرفتك ان السؤال ده ممكن يجي بكذا فكره، وتعرف الافكار. لان انت كل ما حليت كتير هتعرف افكار وهتجمع افكار كويسه، تكون داخل الامتحان مطمن، يبقى اغلب الافكار في الامتحان يبقى انت عارفها لانها واجهتك وحليت عليها كتير. ممكن ترجع للدرس اللي انت بتحله وتراجع النقطة دي تاني، او تكتبها بقى في كشكول منفرد. ونركز في نقطة مهمة على الحل الكتير. احنا هنا مش مهمنا ان احنا نحل كتير على قد المهم ان احنا نخرج كل الافكار اللي موجودة في الكتاب. انت مثلا لو حليت كتاب واحد وجمعت كل الافكار اللي فيه وعرفتها كويس وعرفتها وفهمتها، ده افضل بكتير من انك تحل 3 كتب وانت نسيت اصلا الافكار بتتكلم عن ايه. سادس حاجة، وانت بتحل مهم جدا ان انت وانت بتحل اول ما تقابلك فكرة جديدة اكتبها في كراسة خارجية، لان وانت بتحل بتقابلك حاجتين. لا اما انت حاجة خلاص دي حاجة بتثبت المعلومة اللي عندك، حاجات انت حافظها، اما بقى ممكن يكون في اسئلة تانية في فكرة جديدة، في مثلا اسئلة بتجمع بكذا درس. الاسئلة دي بتبقى كويسة جدا وهي اصلا بتبقى البوينت اصلا والهايلايت عليها اصلا انها تيجي في الامتحان. عندك جمع كل الافكار اللي قابلتك وغلطت فيها وانت بتحل في كراسة خارجية، عشان لما يجي ليلة الامتحان ان شاء الله في اللي انت بتحل فيها وعملت كراسة خارجية ليها، انت هترجع للكراسة الخارجية احسن بكتير من انك ترجع كذا كتاب انت حليته، انت مش هتلاقي اصلا وقت لكل ده. فانت كراسة خارجية
ترجع ليها قبل الامتحان بيوم هيبقى افضل بكتير، وهيبقى اصلا هيقلل توتر جامد قوي عندك. فاحنا بنحاول ان احنا نقلل التوتر على نفسنا على قد ما نقدر. سابع حاجه هي نقطه مهمه جدا وعلى طول بنصح بيها اي حد في ثانويه عامه، لو انت ذاكرت وحليت وعملت كل اللي تقدر عليه بس ما عملتش النقطه دي اللي هي انت شاغل بالك مثلا مشاكل مثلا حواليك كتير، فانت شاغل بيها نفسك، فانت اصلا متوتر بسببها، فانت التوتر هيزيد عندك جامد. فاحنا بنحاول اصلا ان احنا نقلل التوتر على قد ما نقدر عشان ندخل الامتحان نعرف نحل كويس ان شاء الله. النقطة دي ان انت تهتم كويس جدا بالصحة النفسية بتاعتك، لان الصحة النفسية في الوقت ده ما تقلش اهمية ان انت تذاكر وتراجع وتحل. تامن نقطة، لما تجيب اخرك من المذاكرة بتعمل ايه؟ انا عن نفسي كنت بعمل حاجتين الصراحة. اول حاجة كنت بسيب كل المذاكرة لو بلاقي نفسي ان انا مضغوطة جامد قوي ومش عارفة اركز اصلا في المذاكرة ومش عارفة احل، بسيب كل المذاكرة اللي ورايا واقوم اتوضى واصلي ركعتين. بعد الركعتين بجد ببقى هادية نفسيا جدا وبرجع المذاكرة وبكون عارفة احل لحد ما. تاني نقطة بقى دي كنت برضو بعملها، ان انا بقعد مع نفسي كده وبسيب المذاكرة اللي ورايا، بقعد اتخيل بقى يوم النتيجة هيبقى عامل ازاي، لو جبت مجموع عيلة هيبقى عامل ازاي، فرحة اهلي بيا في اليوم ده. لان فرحة اهلي تستاهل كل حاجة، لانهم بيتعبوا معانا جامد قوي، هم يستاهلوا كل خير. والله هتعدي وما تخافش، كل حاجة والله هتعدي، وبالنسبة للأيام دي هتلاقي أصلا إنها هتبقى ذكريات. وافتكر دايما إن التعب عند ربنا سبحانه وتعالى، وشايفك بتتعب وبتعمل كل اللي تقدر عليك وجايب آخرك، أكيد مش هيروح. إذا كان بقى ربنا كرمك في النتيجة وممكن يكرمك في حاجة أحسن بكتير أنت أصلا ما تتخيلهاش ولا تتوقعها. فدول كانوا الثمان حاجات اللي بجد فادوني جامد قوي في الثانوية العامة وفي بداية فترة المراجعة. بالتوفيق إن شاء الله، وأشوفك إن شاء الله في فيديوهات أكتر.